مرحبا بك. مرحبا بك سي برهان، مرحبا بضيوفك الكرام، مرحبا بالاساتذه الزملاء الحاضرين معك في البلاتو. منير، خذيناك على الطاير ونعرفوا ما تنجمش بالطبيعه الواحد يبدا في موقف يعني هكا مباشر على السريع ينجم كذا، ولكن حبينا نستفسروا من عندك شنو هي الحكايه منير بايجاز. بعد ظهوري مع نوف الورثي نهار السبت قلت بعض الكلام، البرنامج انقطع فجأة مانيش عارف الأسباب. يوم الاثنين اللي هو البارح اتصلوا بي بعض الزملاء وطلبوا مني أن أسكت نهائيا عن الكلام وأن لا أظهر في وسائل الإعلام وأن لا أتحدث عن الشأن العام. بالطبيعة رفضت لأنه حقي في التعبير هو حق دستوري يضمنه لي الدستور كمواطن مش كمحامي. اليوم خرجوا قرار وحدهم في إحالتي على العدة المباشرة. هذا القرار أنا نعتبره يشرفني ويهين من أصدره. شنو المبرر القرار هذا؟ تلقيتوا القرار سي منير أنت؟ الاخبار اللي جاتني كما الناس الكل قالوا بسبب ظهوره الاعلامي وتعبيره. وانا نقول انه انا سوف ابقى اعبر في برهان وسوف ابقى اتكلم، احب من احب وكره من كره. والمحامين الشرفاء لابد انهم يتكلموا ويعبروا. المحامين اللي طلعوا في وسائل الاعلام ودافعوا عن الارهاب وبيضوا الارهابيين لم تتخذ فرع الجهوي للمحامين حيالهم اي قرار. أنا اللي طلعت وقلت المحاماة التونسية تحملت مسؤوليتها التاريخية بالدفاع عن المتهمين، وأنه بن علي كرئيس دولة يستحق محاكمة عادلة في تونس بوصفه تونسي واليوم ضعيف. هذا الكلام خلاهم يخرجوا هذا القرار. هذا القرار أنا باش نتخذ ضده جميع الإجراءات القانونية، وعندي ثقة في الزملاء الشرفاء وعندي ثقة في القضاة الشرفاء. كل من وقف وراء هذا القرار وصوتنا له باش يكون يمثل المحاماة فهو لا يمكن له اليوم أن يمثل المحاماة لأنه غير عادل ولأنه ضعيف. من يكون ضعيف تؤثر فيه مجموعات فيسبوكية لا يمكن أن يكون مسؤولا في هياكل المحاماة. أنا سوف أتخذ جميع الوسائل النضالية وسوف أعول على الشرفاء في الإعلام والمحاماة والقضاء، لأني أنا اليوم غدوة حد آخر. واضح. هذه طريقة لإسكات الأصوات الحرة. أنا نخاف على زميلي الأستاذ السعيدي قاعد معاك والأستاذ توفيق بوعشبة لغدوة ينحيوهم المحاماة لأنهم تكلموا. واضح. وهذا أكبر خطر ويا برهان. واضح. لأنه اليوم الأمن يتكلم والموظف يتكلم والديواني يتكلم والقاضي يتكلم والمحامي اللي هو فارس كلام يطلبون منه الصمت. واضح. منير، يعني باش ناخذ التزام منك على المباشر انه غدوه باش تكون ضيفنا ان شاء الله في ناس نسمه، خاصه اني ما سمعت انه الاحاله فيها علاقه بمرورك على قناه نسمه عمناول. نعم. في علاقه بزميلنا معز بن غربيه، صحيح الكلام؟ اي نعم، هذا اللي سمعته انه عنده علاقه بمروري منذ عام. اليوم ذكروه، هذا السبب الظاهر. هذا السبب الظاهر اللي هما بروا به القرار هذا. والسبب الحقيقي هو يوم السبت، ما قيل يوم السبت. واضح. اللي قلت يوم السبت هو 10% مما يجب ان يقال. واضح. تو بهذا القرار سوف اتكلم واتكلم واتكلم للشعب التونسي. واضح. وسوف اتكلم عن الزملاء المتواطئين مع المخابرات ومع الجوسسه ومع الارهاب. ما لغدوه منير موعدك معنا في ناس نسمه بدايه من الساعه 7 ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. مرحبا بك. مع العلم سي برهان. ايوه. السيد عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ لا علاقة له بهذا القرار. كل ظهور لي في وسائل الإعلام كان بعد إعلام السيد العميد وبعد موافقة السيد العميد. واضح. هو براء من هذا التصرف. واضح. من وقف وراء هذا القرار نعرفهم كلهم غدوة نشوفوا التفاصيل سي منير. نحاسبهم واحدا. واضح سي منير بن صالحة. غدوة إن شاء الله بقدرة ربي ضيفنا على الناس.